هنا نرجع للسؤال لمجلس الاداره، نقعد نتكلم كده بالراحه، نقول مجلس الاداره عمل اجتماع، اتخذ قرار انه هيدي فرصه لفيريرا لمده 3 ماتشات لتحسن النتائج. ثم ده قبل ماتش المحله، ثم بعد ماتش فاركو او بعد ماتش سوري المحله اتخذ قرار ان فيريرا هيمشي، وان القرار ده كنا واخدينه من قبل كده، بس قلنا لما نشوف، بس قلنا ناجل وبتاع. ثم تم تعيين اسامه نبيه اللي رحل عن الفريق بسبب خلافه مع فيريرا. ثم يفوز على فيوتشر اسامه نبيه، ثم يطلع مجلس الاداره ويؤكد على عوده فيريرا. طب هل قرار مجلس الاداره كان مدروسا برحيل فيريرا ومجيء اسامه نبيه؟ هل قرار مجلس الاداره كان مدروسا بعوده فيريرا وبقاء اسامه نبيه اللي رحل قبل كده بسبب فيريرا؟ التكوين الفريق الحالي مش فرقه كبيره، برضو رحيل بعض اللعيبه المهمه وعدم مجيء البديل الكفء امام عاشور. اروح اعتمد على شركه واحده تجيب لي لعيبه يعني، وانا ضد ان انا اعتمد على شركه واحده تجيب لي لعيبه. شركه واحده يعني مصدر واحد يعني. يعني انا ما بحبش كده. انا عندي في 15 شركه، في لعيب ابن لذينه جامد جدا هجيبه من الشركه دي، لعيب ابن لذينه جامد جدا هجيبه من الشركه دي، ده البطل. والا يبقى الكلام ريحته وحشه يعني. لا معلش، هو سامسون اكينولا، مين اللي جاب سامسون اكينولا؟ انا عايز اعرف. مين اللي مشى امام عاشور؟ انا عايز اعرف. مجلس الاداره. لا مش مجلس اداره، انا بتكلم هل نفس الشركه اللي جابت سامسون اكينولا هي نفس الشركه اللي مشيت امام عاشور؟ هي نفس الشركه اللي معلش كابتن خالد، مين اللي بيجيب الشركه يعني؟ مجلس الاداره. مين بياخد القرار؟ يا باشا مجلس الاداره. انا بكلمك في النهايه والقائمين على الكوره. انا ممكن اجيب 5 من شركه واحده، من 6 من شركه واحده، بس ولاد لذينه جامدين جدا، لكن انا ما اقدر باجي اقيم بقى امتى؟ ما اجي تقول لي سامسون اكينولا اقول لك مش مستوى الزمالك. مين دي؟ مسؤوليه مدير فني؟ طبعا مدير فني، بص مدير فني والاختيارات. انا كمدير فني برضو بيتعرض عليها فيديوهات، انا مش بتاع فيديوهات معلش. في كل الفرق الكبرى عندها مدير رياضي وعندها لجنه فنيه، لجنه كوره بتسافر. النهارده انا مثلا بطوله افريقيا المحليين دي ما سفرش ليه 2 يطلع منها 3 4 لعيبه 2 وايد اللعيب، ايد لعيب في اخر يوم في القيد. ما هو البطوله دي مثلا بقى لها 20 يوم وانت قدامك شهر للقيد، اروح اشوف اللعيبه بعناية واشوفها في ماتش ماتشين 3 واجيب اللعيب، ما اجيبش لعيب عن طريق الفيديو. يا ابن اللعيبه يا ابن. حتى لو كانت الصفقات دي انضمت دلوقتي، هي دي اللي كانت تعمل الفارق. لا عاديه بالظبط، مش هاي كواليتي. لا بس مش ده اللي هيجي يشقلب لك الدنيا. بالحاج عندك شبانه، عندك ناصر منسي حل من الحلول. لا قصدي عندك حلول يعني، حتى لو على الدكه، حتى لو تغييره، لكن في النهايه كل الكلام اللي انا بقوله ده ملوش علاقه ان نادي الزمالك وحش. الزمالك اتغلب من مين؟ من شباب بلوزداد. الزمالك اتغلب من اسوان. الزمالك اتغلب من المحله. الزمالك اتغلب وطلع من كاس مصر من بيراميدز. الزمالك اتغلب من فاركو 3. الزمالك اتغلب من الاهلي 3. الزمالك تعادل مع الداخليه في اخر ثانيه. الزمالك اتعادل مع الاتحاد بلا اي فرصه. لا الزمالك عنده مشكله كبيره جدا جدا حقيقة. جدا وما نقدرش ننكر ده. وزي ما انا يمكن انا في الهوا قلت ان الكوره مش ضربه جزاء، لان انا كلاعب كوره بشوفها بس برضه حتى لو الكوره مش ضربه جزاء ما انت كان عندك 90 دقيقه ما جبتش فيهم حاجه يا باشا. ما انا ممكن اروح اجيب 3 اجوان وتيجي عليا ضربه جزاء، ما فيش مشكله. كان الزمالك زمان يخش فيه جون يجيب 3 كابتن عمر يعني. بالظبط. يعني انا بقول ان الزمالك لا التكوين الفريق يعني رحيل امام عاشور في التوقيت ده. لعيبه عايز تقول ان هو محتاج لعيبه؟ طبعا كان محتاج لعيبه، وحتى لو اللعيبه ال3 انضموا وتأيدوا، نادي الزمالك مستواه متوسط، لانه فريق طالما الفريق فقد شخصيته في الملعب وقدرته على السيطره وفرض كلمته، وبتيجي فرض الكلمه دي كمان من نص الملعب، انا بشوف لا ان الزمالك عنده مشاكل. والنهارده بفوز المقاولين العرب، النهارده الزمالك اعتقد بقى سادس الدوري. وعلى فكره المقاولين بالماتش النهارده ده لعب زي الزمالك بالظبط، لكن من وجهه نظري لا الزمالك ما عندوش القدره او السكواد او المشاكل الموجوده، مش لعيبه هاي كواليتي يعني. عندك مدير فني كان هيمشي، طب مش هتقدر تمشيه، طب الشرط الجزائي كبير 20 مليون. عندك حاجه اسمها مش هقدر امشي شرط الجزائي. لعيبه قناعه ايه؟ لعيبه مش بالمستوى بتاع الزمالك، ما عملوش اضافات للفرق، ما عندكش اجانب اقوياء اللي هم ال5 التقال اللي يصنعوا لك الفارق خالص، ما عندكش دوت. وبالتالي لا يعني عندك مشكله كبيره جدا.